انت مش في امان. ولو ما تعرفنيش واول مره تشوفني، انا عمر خالد ودي قناه اوتك للمحتوى التقني. مش هطول عليك اكتر من كده ويلا بينا نخش على الفيديو. طبعا في الحقبه اللي احنا عايشين فيها دلوقتي كلنا معانا موبايلات، او شبه كلنا، يعني مش كله معاه. كلنا عندنا منصات التواصل الاجتماعي على موبايلاتنا، وكلنا عندنا حسابات فيها، وكلنا نشيطين عليها بشكل يومي. بس ما سالتش نفسك قبل كده، هل المنصه دي امان ولا لا؟ بعيدا عن ان المنصة دي ممكن يتم اختراقها وتسريب بيانات بعض المستخدمين ليها، وده واقع. انا مش عايزك تنسى ده خالص، انا عايزك تفضل حاطط في بالك ان هيجي يوم من الايام وممكن المنصة اللي انت بتستخدمها ديت وعامل حساب عليها والدنيا زي الفل معاك، ممكن في يوم وليلة المنصة دي تخترق ويتم تسريب بعض بيانات المستخدمين، منها بقى اكونتاتهم بباسورداتهم بالدنيا كلها. فانا بس عايزك تحط دي في حسبانك عشان بقى نكمل اللي جاي. بص يا صاحبي، المنصة اللي انت قاعد بتستخدمها دي بتتجسس عليك. دلوقتي اي منصة انت بتنزلها بتطلب منك الوصول للكاميرا وللمايك وللملفات ولجهات الاتصال، وممكن يوصل بيهم الموضوع ان هم ياخدوا وصول لسجل المكالمات والحاجات هم مالهمش دعوة بيها. وهنا نيجي عند اول خطر بيواجهك لو انت مستخدم للموبايل، وهو الاذونات الغير منطقية للتطبيقات. يعني انا عايزك لما تيجي تنزل البرنامج ده بيبقى طالب كمية اذونات مش طبيعية. انا عايزك بقى تركز على استخدامك للبرنامج ده، وبناء على استخدامك انت هتديله الاذونات. وتعالى اديك كمان مثال تاني، برنامج زي فيسبوك. ابسط شيء، انت نزلت البرنامج لاول مرة وعملت حساب جديد عليه وما اديتهوش اي اذن، لا موقع ولا كاميرا ولا مايك ولا جهات اتصال ولا اي حاجة، واذ فجأة تلاقيه بيقترح عليك الناس اللي عايشة في منطقتك او صحابك او جهات اتصالك، وانت الله ده ما خدش اذن. ده لو انت شخص يعني بتبقى مركز ومصحصح مع الاذونات اللي البرنامج بياخدها وانت واثق انك ما اديتوش اي اذن. فهنا نعرف ان التطبيقات دي بتاخد الاذونات بالعافيه. تعالى بقى اديك مثال تالت، وده بجد مهم جدا جدا ولازم تصحصح معايا فيه. عايزك تركز في الدقيقتين الجايين دول، لان هم دول اللي هيخلوك تفهم الليله كلها دايره ازاي. عمنا مارك في يوم من الايام قرر انه يشتري تطبيق واتساب ب 19 مليار دولار. اي واحد عقلاني ومنطقي هيقول لك ايه العبط ده؟ اشتري برنامج ده بيتعرض فيه اعلانات ولا فيه خدمات مدفوعه، بعيدا عن واتساب بيزنس اللي هو بيديك كام خدمه مدفوعين وتافهين جدا ممكن تجيبهم من نسخ الواتساب المعدل. طبعا انا قلت لك ان فيسبوك بتجمع معلومات عنك، فواتساب اللي الناس اتخدعت فيه وفاكراه برنامج امان جدا على محادثاتهم وصورهم وريكورداتهم ودنيتهم، فمش امن ولا حاجه. يعني لو انت واحد صاحبك قاعدين بتتكلموا في موضوع معين لمنتج معين على الواتساب، فطبيعي هيتم اخذ البيانات دي وهتلاقي بقى اعلانات تجيلك على فيسبوك عن اللي انت اتكلمت عنه. وده ياخدنا لنقطة تانية، وهي التجسس عن طريق الميكروفون. كل التطبيقات واخدة صلاحية الوصول للميكروفون، فبالتالي يعرفوا سيادتك قاعد بتتكلم عن ايه وامتى. وفي الاخر ترجع البيت تقعد على سريرك تفتح موبايلك اي برنامج انت عايزه وتلاقي اعلانات عماله تظهر لك عن اللي انت كنت بتتكلم عنه. طب يا عم عمر، ايه فايده البيانات دي كلها اللي عمالين يلموا فيها وكل الاذونات اللي عمالين ياخدوا فيها مننا دي؟ لو انت ما تعرفش، فالبيانات اللي بالنسبه لك غير مهمه بالنسبه لهم هم مليارات، لان هم بيبيعوا البيانات دي لشركات تانية عشان تستهدف سيادتك وتبعت لك اعلانات وتكسب من وراك. وهي دايره، سيادتك تدي دول الاهتمامات بتاعتك، يقوم هم بايعينها للشركه دي، فدول يكسبوا فلوس، فدول يقوموا مدينك اعلانات فيكسبوا منك فلوس، وفي الاخر انت اللي بتبقى خسران واخد على دماغك في الدايره دي كلها. طبعا محدش هيقدر يغير حاجه، وكده كده هنفضلوا متراقبين، وكده كده هيتم استهداف اهتماماتنا، وكده كده هيفضلوا يتجسسوا علينا. فانا عايزك اي برنامج ايا كان ومهما كان ما تديهوش اي اذن وخلاص، وخصوصا البرامج المكركه. وان شاء الله الفيديو الجاي احنا هنتناول فيه مع بعض موضوع البرامج الكراك والالعاب المتهكره، لان بجد الموضوع ده مهم جدا ولازم نتكلم فيه. فانا عايزك يا صديقي تشترك في القناه وتفعل زرار الجرس، وقبل كل ده لازم تنزل وتعمل لايك للفيديو. وبس ما تنساش انك تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتاكد انه على الكل عشان يوصلك كل الاشعارات الجديده بالفيديوهات الجديده. وبس، سبحانك اللهم وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.